قبل ما نبتدي، لو ما شفتوش ملخص اول 10 حلقات هتلاقوه في الاي فاضي، واتمنى منكم تعملوا لايك للفيديو ده. يلا نبدا. زي ما شفنا في اخر الحلقه اللي فاتت، عماد جوز سعاد جاره الدريه واللي بتعتبرها زي اختها اتوفى، وهي كانت منهاره. بعدها عملوا له عزا وشيري راحت وكانت واقفه معاهم طول العزا، ومنير كمان راح، وكريم ومنى كانوا مستغربين ومش عارفين مين الشخص ده. فتية قالت لهم ان ده مدرس الموسيقى بتاعها، فاستغربوا اكتر. ايه اللي يجيب مدرس الموسيقى بتاع تية يعزي سعاد؟ في الوقت ده ياسين قعد مع ياسمين وعرف منها ان وائل كلمها وردت عليه كالعاده بطريقه جافه، فقال لها انت بتعامله ابوكي كده ليه مع انه مش بيتاخر عليكي في حاجه؟ قالت له ابوك انت مش ابويا انا. قال لها يعني انت مش قابله ان ابوكي يكلمك لكن قابله ان راجل غريب يجي يعيش معانا هنا؟ قالت له انت مش بس اناني، انت عيل صغير. مين ده اللي عمره ما اتاخر علينا في حاجه؟ انت مش عارف ماما كانت بتعمل ايه السنين اللي فاتت علشان تصرف عليك وعلى دلعك، وقت ما ابوك ما كانش عارف اصلا انت عندك كام سنه. فلا احنا لما كناش بنطلب حاجه منه، وعلى فكره هيجيب لي لابتوب جديد. في الوقت ده شيري كانت رجعت من العزا، فياسين اول ما رجعت دخل على اوضته. وتاني يوم درية قعدت مع كريم وقالت له ان سعاد صعبان عليها جدا، وكانت حزينه قوي على فراق عماد لانها كانت عندهم بيلعبوا طاوله وقت ما مات. وبعدها قالت له خطيبتك دي طلعت جدع قوي. شربيني بقى اللي طلع اسمه احمد بابا رجع من السفر فجاه وراح له الشقه ولقاها كلها حاجات مش مظبوطه، فقومه من النوم وهزقه وضربه، لانه كل مره لما بيجي من السفر بيقول له ان هو جاي، فلما بيوصل مش بيلاقي اي حاجه من الحاجات دي. حمزة بقى كان متضايق قوي بيشتكي لكريم ان المكتبة مش بتجيب فلوس ولا حتى الورك سبيس، وبالوضع ده ممكن يقفل المكتبة. فكريم حاول يساعده بحلول، وبعدها اشتكى له من الفكرة اللي قالتها له شيري ان هما يتقابلوا بس في الويك اند. في الوقت ده بقى ياسمين كانت قاعدة في الورك سبيس بتذاكر مع صحابها، ولما ندى قامت ياسمين قالت لعمر ان هي عايزة تقعد مع كريم لان شكله متضايق. فعمر اتضايق قوي لانه بيغير من كريم، وقال لياسمين ان هو بيحبها ولو كل الفترة اللي فاتت ما اخدتش بالها من ده تبقى غبية. فياسمين اتوترت وقالت له انا مش عارفة اقولك ايه، فسابها ومشى. وبعدها هي كمان مشيت. وتاني يوم راحت الشغل وهي متضايقه واشتكت لصاحبه المكان اللي بتشتغل فيه، وقالت لها اللي يحسسني ان انا غلطانه ان انا مش حاسه بيه، يعني لو في حد بيحبني وانا مش بحبه ايه المشكله؟ وبعدين انا عمري ما حسسته ان في اي حاجه. فقالت لها ما قدامكيش غير حلين، يا اما تواجهيه يا تبعدي بلطف، لان طول ما انت مش بتواجهيه هيبقى مستني وعنده امل انك تحبيه، فاحسن حل انك تبعدي علشان ما تاذيهوش. أفنان بقى كلمت شيري وقالت لها ان هي عازماها عندها هي وكريم، فاتفاجئت من ده لان أفنان اصلا معترضه على فكره جوازها وحتى ما حضرتش الخطوبه. فكلمت كريم وهي مستغربه وقالت له، وهو ما كانش عنده مانع وقال لها كتر خيرها ان هي بتحاول تحل. منير بقى بعد موت عماد كان خايف قوي من الوحده، فحاول يكلم ابنه اللي على طول مشغول، ورد عليه بطريقه غبيه وقال له ان هو مشغول قوي وراه عمليه وما يكلمهوش كتير علشان بيقلق، فطبعا اتضايق. ياسمين بقى كانت قاعدة مع ندى في الجامعة وعمر شافها وما كلمهمش، فندى سألتها في ايه، فقالت لها على اللي حصل في المكتبة وان عمر قال لها ان هو بيحبها وهي رفضت، وقالت لها ان هي كانت قافلة الباب ده معاه من زمان، وقالت له قبل كده ان هم مجرد صحابه بس. فقالت لها بس تصرفاتك ما كانتش بتبين ده خالص، علشان انت كمان بتحبيه ومش عايزة تقولي، وانت مش غبية، ولو كنت عايزة تقفليها مع عمر بجد كنت هتعرفي. شربيني رجع الجامعة وكان متضايق قوي من اللي بابا عمله فيه لما رجع من السفر، وبعدها خرج مع سلمى وتعامل معاها بطريقة غبية، وهو أصلا بيتعامل معاها دايما بطريقة غبية بس هي علشان بتحبه ومتقبلة منه أي حاجة. كريم وشيري راحوا لأفنان وأفنان اعتذرت لها على طريقتها معاها وقعدوا يتكلموا سوا، وبعدها ياسين وصل وطلعت أفنان عاملة العزومة دي علشان ياسين يصلح شيري ويرجع يكلمها. بس طبعا ياسين اتضايق أول ما شافهم وكان عايز يمشي، بس أفنان أقنعته ودخل، وبعدها قعدوا يتغدوا وياسين كان متنرفز قوي يتعامل مع شيري بطريقة وحشة وما تكلمش معاهم كلمة وسابهم ومشى. وكريم وشيري كملوا العزومة وهما ماشيين أفنان اعتذرت لشيري على اللي حصل وقالت لها أنا كنت عايزة أصالحك لأن بابا قال لي إنك زعلانة مني ومتضايقة إن ياسين بيجيلي، فقلت أعمل حاجة تبسطك أنتي وكريم. فما قالت لهاش حاجة ونزلت لكريم اللي كان بيحسبها عاتبتها على اللي حصل، فقالت له مرضتش أقول لها حاجة، هي غبية وما بتعرفش تتصرف وهي فاكرة إنها كده بتصلح الموقف. فكريم قال لها بس ياسين شكله أحسن من الأول، على الأقل مش بيزعق، هو مبوظ دلوقتي بس شوية شوية هاخد على الوضع. شربيني بقى عزم سلمى وكرمة وياسين عنده وقال لهم ان العزومة دي بمناسبة ان بابا غار في 60 داهية ويا رب ما يجيش تاني، وقعدوا كلهم وشربوا مخدرات بما فيهم سلمى اللي بعد شوية ما بقتش بتتكلم معاهم. فخافوا وكرمة حاولت تفوقها بس ما فقتش، وياسين كان عايز يكلم الاسعاف او يروحوا المستشفى بس شربيني ما رضاش وقال لهم احنا كده هنروح في داهية. فياسين معرفش يعمل ايه فكلم مروان وقال له يروح له،
بس كده، ده كان اخر مشهد من الحلقه ال11 من مسلسل ليلى الجزء الثالث. اتمنى منكم تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار اول ما ننزل باقي الحلقات. سلام. قبل ما نبتدي، لو ما شفتوش ملخص اول 10 حلقات هتلاقوه في الاي فوق دي، واتمنى منكم تعملوا لايك للفيديو ده. يلا نبدا. زي ما شفنا في اخر الحلقه اللي فاتت، عماد جوز سعاد جار الدريه واللي بتعتبرها زي اختها اتوفى، وهي كانت منهاره. بعدها عملوا له عزا وشيري راحت وكانت واقفه معاهم طول العزا، ومنير كمان راح، وكريم ومنى كانوا مستغربين ومش عارفين مين الشخص ده. فتيه قالت لهم ان ده مدرس الموسيقى بتاعها، فاستغربوا اكتر. ايه اللي يجيب مدرس الموسيقى بتاع تيه يعزي سعاد؟ في الوقت ده ياسين قعد مع ياسمين وعرف منها ان وائل كلمها وردت عليه كالعاده بطريقه جافه، فقال لها انت بتعاملي ابوكي كده ليه مع انه مش بيتاخر عليكي في حاجه؟ قالت له ابوك انت مش ابويا انا. قال لها يعني انت مش قابله ان ابوكي يكلمك لكن قابله ان راجل غريب يجي يعيش معانا هنا؟ قالت له انت مش بس اناني، انت عيل صغير. مين ده اللي عمره ما اتاخر علينا في حاجه؟ انت مش عارف ماما كانت بتعمل ايه السنين اللي فاتت علشان تصرف عليك وعلى دلعك، وقت ما ابوك ما كانش عارف اصلا انت عندك كام سنه. فلا احنا لما كناش بنطلب حاجه منه، وعلى فكره هيجيب لي لابتوب جديد. في الوقت ده شيري كانت رجعت من العزا، فياسين اول ما رجعت دخل على اوضته. وتاني يوم درية قعدت مع كريم وقالت له ان سعاد صعبان عليها جدا، وكانت حزينه قوي على فراق عماد لانها كانت عندهم بيلعبوا طاوله وقت ما مات. وبعدها قالت له خطيبتك دي طلعت جدع قوي. شربيني بقى اللي طلع اسمه احمد بابا رجع من السفر فجاه وراح له الشقه ولقاها كلها حاجات مش مظبوطه، فقومه من النوم وهزقه وضربه، لانه كل مره لما بيجي من السفر بيقول له ان هو جاي، فلما بيوصل مش بيلاقي اي حاجه من الحاجات دي. حمزة بقى كان متضايق قوي بيشتكي لكريم ان المكتبة مش بتجيب فلوس ولا حتى الورك سبيس، وبالوضع ده ممكن يقفل المكتبة. فكريم حاول يساعده بحلول، وبعدها اشتكى له من الفكرة اللي قالتها له شيري ان هما يتقابلوا بس في الويك اند. في الوقت ده بقى ياسمين كانت قاعدة في الورك سبيس بتذاكر مع صحابها، ولما ندى قامت ياسمين قالت لعمر ان هي عايزة تقعد مع كريم لان شكله متضايق. فعمر اتضايق قوي لانه بيغير من كريم، وقال لياسمين ان هو بيحبها ولو كل الفترة اللي فاتت ما اخدتش بالها من ده تبقى غبية. فياسمين اتوترت وقالت له انا مش عارفة اقولك ايه، فسابها ومشى. وبعدها هي كمان مشيت. وتاني يوم راحت الشغل وهي متضايقه واشتكت لصاحبه المكان اللي بتشتغل فيه، وقالت لها اللي يحسسني ان انا غلطانه ان انا مش حاسه بيه، يعني لو في حد بيحبني وانا مش بحبه ايه المشكله؟ وبعدين انا عمري ما حسسته ان في اي حاجه. فقالت لها ما قدامكيش غير حلين، يا اما تواجهيه يا تبعدي بلطف، لان طول ما انت مش بتواجهيه هيبقى مستني وعنده امل انك تحبيه، فاحسن حل انك تبعدي علشان ما تاذيهوش. أفنان بقى كلمت شيري وقالت لها ان هي عازماها عندها هي وكريم، فاتفاجئت من ده لان أفنان اصلا معترضه على فكره جوازها وحتى ما حضرتش الخطوبه. فكلمت كريم وهي مستغربه وقالت له، وهو ما كانش عنده مانع وقال لها كتر خيرها ان هي بتحاول تحل. منير بقى بعد موت عماد كان خايف قوي من الوحده، فحاول يكلم ابنه اللي على طول مشغول، ورد عليه بطريقه غبيه وقال له ان هو مشغول قوي وراه عمليه وما يكلمهوش كتير علشان بيقلق، فطبعا اتضايق. ياسمين بقى كانت قاعدة مع ندى في الجامعة وعمر شافها وما كلمهمش، فندى سألتها في ايه، فقالت لها